تخيل واحد بيقول إن الكلام عن رسول أسهل بكتير عنده من الكلام عن أم كلثوم. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الكاتب أحمد مراد قلب الدنيا على السوشيال ميديا بالتخاريف اللي بيقولها، لأن ده مش كلام طبيعي ولا منطقي أبدا. هو زي ما بقول لك كده تخاريف. قال إن هو كتب عن حياة أم كلثوم، واللي عملت الدور ده كان الفنانة منى زكي. وكان بيقول أحمد مراد إن كان أسهل عنده إنه يتكلم عن رسول أسهل ما إنه يتكلم عن حياة أم كلثوم، وإن قد إيه أم كلثوم سيدة عظيمة بقى، وسيدة مصرية وعالمية وحاجة يعني مفيش زيها اتنين. وبالنسبة له رسول لا، مش هيرتقي يبقى زي أم كلثوم. تخاريف. والمفروض انه يتحاسب على الكلام دوت. هو ما يقصدش الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يعني، ولكن بيقول عن رسول عامة. ولكن الرسل والأنبياء كلهم لا يقارنوا تماما يا حبيبي بأم كلثوم ولا بغير أم كلثوم. مهما كانت أم كلثوم دي مين هي؟ يعني بشر زيها زينا. انما تتكلم عن رسول وبالاساءة ديت ومحدش يحاسبه ومحدش يتكلم معاه في اي حاجة، بصراحة بقينا واصلين لدرجة من الانحطاط الديني، لدرجة كبيرة جدا محدش يتخيلها. معرفش ازاي احمد مراد ده اتسكت عليه لغاية دلوقتي. الموضوع بقاله يومين ثلاثة تقريبا ومحدش اخد معاه اي اجراء تماما. انتوا قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في التخاريف اللي قالها احمد مراد.